السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ حلقة جديدة من مطبخنا على طريقتي انا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزة اقول لكم اليوم اللي مش بصور فيه او مش بطلع فيه توحشوني جدا جدا، وانتوا اصلا وحشيني اساسا يعني. يلا النهاردة هنعمل غدا كده سهل وبسيط وجميل جدا. يلا بينا. زي ما انتم شايفين الغدا بتاعنا سهل وخفيف. هنعمل فرخة، بس هحشيها بالبزلة والجزر والبطاطس. معايا طماطمتين انا بشرهم في المبشرة، وهعمل ملوخية ناشفة كده على السريع جميلة جدا. عايزة اقول لكم في قمة السعادة، مش قادرة اقول لكم ان الاكل كله سهل. طبعا البزلة انا مفرزاها، والبصل كمان انا مفرزاه معاكم. كل ده انا مفرزاه في الحلقه، مفيش غير بس حاجات بسيطه هتتعمل. مش قادره اقول لكم الاكل سهل وبسيط جدا. هو فعلا الاكل لما بيتفرز بطريقه كويسه وبيطلع على الغدا على طول، بيطلع يعني على عمايل. ما بتحتاجيش مجهود، ولا بتفصصي بزله، ولا بتقعدي تقشري في بصل. كل حاجه بتبقى جاهزه عندي ومتظبطه ومترتبه. يلا بينا نعمل الغدوه بتاعتنا على السريع. معايا الحله على النار، هنزل بمعلقه سمنه كده. بسم الله اهي. هنزل بالبهارات بتاعتي. معايا ورق لورا. البهارات بقى معايا السبع بهارات، وتوم باودر وكاري وحبهان مطحون وكبابه صيني وفلفل اسمر كده زي ما انتم شايفين. هنزل بقى بالفرخه. بسم الله. هشوحها. هرش رشه ملح. انا عايزه اشوحها كويس جدا. وعايزه اقول لكم لما بشوح الفرخه كده بالبهارات بتدي طعم جميل جدا جدا. وزي ما انتم شايفين كده انا شوحتها. هطلعها بقى كده. بسم الله. هنزل بقى بالبصله كده. شايفين الطريقه سهله وبسيطه جدا جدا كده. هنزل بالبزله والجزر والبطاطس كده. بصوا بطاطسايه صغيره خالص يعني. هنزل بقى بالطماطمتين اللي انا بشراهم. طبعا بشراهم من غير القشر بتاعهم كده. زي ما انتم شايفين كده هي خدت غلوه معايا اهو. يلا بينا هنحشيها. هنحشي الفراخ بالخضار بتاعنا. وزي ما انتم شايفين طبعا انا حاطه الفرخه في صينيه بايركس، بس انا حطيت ورق الزبده. حطيت ورق الزبده علشان هغلفها بالملح كده. هحشي كده الفرخه. بسم الله اهو.
ما انتوا شايفين كده خلاص حطيت. هنزل بقى بشويه من الصويا صوص كده على الفرخه اهو كده، وبعدين شويه من الزعتر كده، وهقفلها كويس جدا كده كده اهو زي ما انتم شايفين. طريقه سهله وبسيطه جدا اهو كده. هجيب بقى الملح اهو، هنزل شويه بالميه كده كده، انديه خليه زي رمله البحر كده اهو. شايفين زي رملة البحر بالظبط. وابدأ اغلف الفرخة كده، هكمرها بالملح كده اهو كده. كده عارفين الكاميرا دي بتخلي الفرخة بتستوي وطعمها بيبقى جميل جدا 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 كده اهو. بدخلها الفرن على درجة حرارة 200. وزي ما انتم شايفين كده اتكمرت كده بالملح. هدخلها زي ما قلت لكم في الفرن على درجة حرارة 200. عايزه اقول لكم طبعا براك بيعملها كده واحنا اقل منه في ايه. يلا بينا ندخلوها الفرن. يلا نعمل الملوخية الناشفة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. عايزه اقول لكم الملوخية الناشفة جميلة جدا جدا. يلا بينا نعملوها. وادي الشوربه بتاعتنا على النار، هنزل بالملوخيه بسم الله كده. وزي ما انتم شايفين انا مش هخليها تغلي بالشوربه. هحط بقى ادي التومه اللي انا فرماها بس بشويه ملح. طبعا محدش يسالني فين الكزبره، لان انا قلت لكم كذا مره مش بحب الملوخيه بالكزبره. انتي حطي بقى كزبره براحتك. هاخد حته من التومه، حته نيه كده، واقوم حطاها هقلبها كده شويه. وبعدين هحمر دلوقتي التومه وهطش الملوخيه. وحطينا التومه على النار، وهنزل معلقه من السمنه كده احمر بيها التومه. وزي ما انتم شايفين كده التومه بقى لونها ذهبي اهو. هنزل بالملوخيه كده بسم الله. يا سلام على الريحه مش قادره اقول لكم. وبعدين هقوم قلباها كده. وزي ما انتم شايفين كده اهو. عايزه اقول لكم الريحه فظيعه جميله جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده خلاص استوت. طبعا هي بتاخد ساعه في الفرن. لو الفرخه كبيره ممكن تاخد ساعه وربع، ساعه ونص، حسب بقى حجم الفرخه. بس الفرخه اللي انا عملتها صغيره زي ما انتم شايفين كده. يا سلام عايزه اقول لكم مش قادره اقول لكم بقى. انتوا اتفرجوا. الريحه ايه رهيبه. كده هبدأ بقى. يا سلام حاجة كده واو. عايزة اقول لكم ريحة ايه جميلة جدا جدا. شايفين الجمال. حطها بقى في طبق التقديم. عايزة اقول لكم فظيعة، ريحتها رهيبة بجد رهيبة.
بجد تسلم ايدي والله العظيم. زي ما انتم شايفين ادي الغدا بتاعنا النهارده، وعايزه اقول لكم ان الفرخه تحفه جميله جدا ومستويه اهي. عايزه بس اوريكم حاجه، شايفين مستويه وجميله جدا جدا اهو. يا رب تكون الغدوه النهارده عجبتكم. وانا عملت جنبها رز بالشعريه، وعملت طبعا معاكم الملوخيه الناشفه، وادي الفرخه بتاعتنا اهي. عايزه اقول لكم طعم وريحه فظيعه، وبتمنى تجربوا الطريقه دي وتقولوا لي رايكم ايه، وان شاء الله الطريقه دي تعجبكم. واستنوني في حلقات تانية كتير. ما تنسوش ترفعوا الفيديو باللايكات، ولاول مره تشوفوا القناه وعجبتكم تشتركوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.